لحد دلوقتي. اقول لك على حاجه بس كده وانزل، انت سخيف لدرجه، بص تجيب جلطه والله، سخيف 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 فوق الدرجه يعني. طب طيب مش الشتمون لا يرثون عشان الملكوت يا احنا بسنت؟ سخفة، انزلي يا ماما انزلي. ايه ده؟ ايه اللي وصل الحوار لكده؟ اصبر عشان دي مداخلة في منتهى الروعة. ايه اللي وصل الحوار لده؟ اثبت ألوهية المسيح من كتابك المقدس، وليك 5 محاولات. 5 محاولات بعديها انت كده فاشل. ده العرض اللي بيقدمه ملاك اسكندرية لأي نصراني يدخل معاه في المحادثة. قدامك 5 محاولات. دخلت بسنت عشان تثبت ألوهية يسوع، تعال نشوف هتثبتها ازاي وهنشوف الحوار انتهى كده ازاي. أنا أستاذة بسنت مع حضرتك حوار ثنائي إن شاء الله مع أخونا ملاكي، إنك تثبتي لاهوت المسيح، كونك حضرتك يعني بتؤمني بأن يسوع المسيح يعني الإله المتجسد. اتفضلي. طيب انت قلت دلوقتي ان انت تقدري تثبتي الوهيه مسيح وان هو ربنا وكده يعني، صح؟ اه تمام. انا قريت في اعمال الرسل 2 كان بطرس بيوصف يسوع ان هو رجل، يعني كان بيقول ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع النصيري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله على يديه. اذا كان الكتاب المقدس بيوصف يسوع ان هو راجل، فليه حضرتك بتعبد الراجل يسوع؟ طب ثواني بس، هو معروف عن ربنا ان هو راجل ولا ست؟ محدش يعرف. هو على حسب اللي اتوصف بيه يسوع اللي انتوا بتعبديه، اتوصف ان هو راجل. بص اتكلم معايا زي ما انا بتكلم معاك، يعني اسالك السؤال ترد رد، مالكش دعوه بيسوع ما أنا المسيح رديت. والكلام اللي انت هتقوله. انا بقول لك دلوقتي، ربنا ده عامه راجل ولا ست؟ طبقا لوصف الكتاب المقدس ولا ايه؟ انا بسالك سؤال رد عليا زي ما انت عارف الاجابه. مالكش دعوة ما انا عارف بالكتاب. الاجابه. امال ارد عليكي من ايه؟ يعني من كتب الطبخ انا ولا ارد عليكي بسالك من ايه؟ سؤال، انت دلوقتي بتعبد ربنا ولا بتعبد الكلاب؟ بتعبد ربنا صح كده؟ اه ربنا ده راجل ولا ست؟ بالنسبه لايماني انا، اه لا ولا راجل ولا ست. ازاي ممكن بقى بقى؟ نرجع لموضوعنا لما تجاوبيني الاول هجاوبك. بتعبدي، انت قلتي هتثبتي ان يسوع هو ربنا، ويسوع اللي هو ربنا اتوصف ان هو رجل. ليه حضرتك بتعبدي الراجل يسوع والله ما ينفعش يبقى راجل؟ ممكن تقولي لي؟ امال ربنا لو ما ينفعش راجل هيبقى ست مثلا؟ يعني انت ما عندكش مشكله ان ربنا يبقى راجل؟ لا ما عنديش مشكله. طيب ليه حضرتك بتعبدي الراجل يسوع وهو ما اتقالش عليه ان هو اله؟ المداخلة الأولى، وصف يسوع في الإنجيل بأنه رجل. كيف يعبد رجل؟ طبعا هي مدخلاه في حتة تانية خالص، الطريقة المعتادة لمناقشة النصارى، هو ربنا رجل ولا ست؟ طب هو ده سؤال يطرح على الله سبحانه وتعالى، عشان هم عندهم عملية التجسيد، هو ربنا رجل ولا ست؟ المهم قعدت تحاولوا وتزاولوا، لكن هو واضح. نرجع بقى لموضوعنا، ليه بتعبدي يسوع على انه اله مع ان محدش قال عليه اله، بل اللي اتقال عليه انه رجل؟ ليه بتعبديه؟ ليه حضرتك بتعبدي الراجل يسوع وهو ما اتقالش عليه ان هو اله؟ لا اتقال ان هو اله، مين اللي قالك ان هو ما اتقالش ان هو اله؟ طب طلعي ان هو اتقال ان هو اله. احنا جبنا ان هو اتقال عليه رجل واتقال عليه عبد وكده، بس لسه انت ما جبتيش حاجه تثبت ان هو اله. طب انا همشي معاك خطوه خطوه. مهم. تمام. انت دلوقتي مقتنع ان السيد المسيح هو عيسى كده؟ انا ماليش دعوه باقتناعي، انا بتكلم طبقا للكتاب لا المقدس. انا بقى، يا ربي ما هو انا بقنعك اهو دلوقتي، خليك معايا خطوه. اقنعيني بنصوص الكتاب المقدس. ايه بقى اللي يثبت ان الراجل يسوع هو الله؟ البشاره، تمام، البشاره اللي جت من الملاك جبرائيل للسيدة مريم العذراء ان هي هتلد عمانوئيل، ان هو ده الاله المخلص الفادي، وان هو هيتولد فين ان ده اتوصف ان هو الله والفادي؟ فين في العهد الجديد. ايوه، فين النص اللي بيقول ان اللي هيتولد ده هو الله وهو الفادي؟ انا بقول لك اهو في الانجيل في العهد الجديد، افتح معايا أيوة الانجيل او اكتب على جوجل اللي انا بقوله لك ده هيطلع لك.
طيب حاضر، ثانية واحدة. الإنجيل جوجل. ماشي. يسوع اتوصف إنه الله في العهد الجديد في البشارة. انتر. ما جاتش أي حاجة. ممكن تبحث أنت في جوجل وتجيبي. تمام. بس يا ريت بس تجاوب على اللي احنا قلناه، يعني ما تطلعيش تخترعي سؤال تاني وتقولي الحق شوف قال عليه ايه. احنا بنسأل فين اللي اتولد ده اتقال عليه ان هو الله وكده. نمسح اللي كتبناه في جوجل. الملاك بشارة. أيوة. الملاك للعذراء، اكتب كده على جوجل. ايوه خلي بالك، احنا لما نكتب على جوجل المفروض ان احنا هنلاقي ان اللي اتولد ده هو الله، فاحنا كده عشان كده بنكتب على جوجل. فتخيلي بقى ان احنا بعد ما نكتب مش هنلاقي ان اللي اتوصف ده في البشارة هو الله. تمام. أمال مين؟ يلا نكتب. ما احنا هنكتب اهو البشارة. يبقى سيدنا عيسى صح؟ لا، على حسب بقى اتوصف. لو اتوصف في الكتاب المقدس ان هو الله يبقى كلامك صح، لو اتوصف ان هو مش الله وحاجة تانية يبقى كلامك غلط. تمام، ابحث وشوف. انا قريت النص اهوت، النص ما اتوصفش ان هو الله. امال هو ايه بقى؟ نعمل ايه بقى في المشكلة؟ مش انت اللي بتقول ان هو اتوصف ان هو الله؟ اه. ما اتوصفش في النص ان هو الله. ليه بتقولي معلومة غلط؟ ما كنتش عارفة؟ لا انا ما بقولش معلومات غلط، لا انا مش بقول معلومات غلط. طب ما هو النص اهوت، يبقى انت اللي يعني النص بيقول حاجة غير اللي انت بتقوليها، صدقك ولا صدق النص؟ نعمل ايه؟ النص بيقول ايه؟ النص بيقول ايه؟ مش انت اللي قايله، انت ما تعرفيش هو بيقول ايه؟ لا انا انت طلع لك ايه اجابه في جوجل؟ ايوه اللي انت قلتيه. تمام، ايه اللي انا قلت توصف بايه؟ طلع لي النص اللي انت قلتيه بان هو ما توصفش ان هو الله. بجد والله؟ طب قول كده توصف بايه؟ طيب اقول لك ان هو توصف بايه؟ انت مش عارفه؟ لا مش عارفه، انت قول لي. مش هقول لك ماشي، بس خدي بالك احنا بندور في النص على ان هو الله، عشان لو عملت نفسك بس مش واخده بالك. تمام. لا واخده بالي. النص اللي انت بتقولي عليه في لوقا 1:35 اللي انت بتقولي ان النص ده بيوصف المولود ان هو الله. فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك المولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فين بقى ان هو الله؟ فين ان الراجل يسوع هنا هو الله؟ مش لاقيها. نعمل ايه؟ ما هو الاب والابن والروح القدس دول الثالوث القدوس ده اللي هو 3 في 1 يعني. ايه علاقة الكلام الجميل ده بان النص ما بيقولش الله وانت قلت ان النص بيقول الله؟ ايوه، ما هو ابن الله هو الله نفسه، هو الروح القدس نفسه، التلاتة واحد، التلاتة بمعنى واحد. ايه علاقة الكلام ده بان انت هترجعي في كلامك لما نقول لك ان كل اليهود ابناء الله وهتقولي ابن الله مش معناه ان هو الله؟ فين بقى ان النص ده بيقول على الراجل يسوع ان هو الله في لوقا 1:35 بشارة الملاك؟ هي حبت تدلل على ألوهية المسيح بنص جاء اسمه البشارة. النص مش مكتوب فيه أنه الله، مكتوب فيه ابن الله. هي فاهمة ان ابن الله هو ابن الله، يبقى ايه غير اله؟ ده اللي هي فاهماه. ملاكي دلل لها ان لفظ ابناء الله بيحمل على المجاز، لان هو اتقال لكتير جدا زي القضاء وزي اليهود وزي اللي هو استدل بيه في سفر التكوين. يعني كلمة ابناء الله بتطلق على سبيل المجاز، كأنها يعني بقول احباب الله. ماشي؟ لا، هي عاوزة يبقى يطلق على غير يسوع على سبيل المجاز، لكن لو اطلق على يسوع يبقى على سبيل الحقيقة. طب ايه بقى القرينة اللي يعني تثبت ده؟ لا مفيش قرينة كده بالحب. لفظ اطلق في نصوص الكتاب المقدس ابن الله او ابناء الله، يا اما نحمله كله على المجاز في كل اطلاقه، يا اما نحمله كله على الحقيقه في كل اطلاقه، الا لو في قرينه. لا مفيش قرينه، هو طالما على يسوع يبقى هو على سبيل الحقيقه، غير يسوع يبقى هو على سبيل المجاز. ازاي؟ طب بيتفهم ازاي؟ هي كده بالحب. هو انت بتحب تعيد وتزيدني في الكلام؟ ما انا قلت لك ابن الله هو الله هو الروح القدس. انا قلت لك الثلاثه بمعنى واحد. طيب الثلاثه بمعنى واحد. هل اليهود هم الله عشان اتقال عليهم ابن الله ولا لا؟ اليهود ايه؟ اللي اتقال عليهم ابن الله هل هم الله عشان الله هو ابن الله وكده ولا لا؟ مش فاهمه سؤالك ده بصراحه. وانا مصدقها تماما انها مش فاهمه السؤال، بسبب انها مش قاريه الكتاب المقدس.
هي كل اللي تعرفه ابن الله، يسوع ابن الله. ما قريتش ابن الله دي وردت فين تاني، فعشان كده مش فاهمه السؤال. يعني انت قلت معلومه دلوقتي ان ابن الله هو الله يا جماعه، واحنا صدقناك مش هنكذبك، بس لقينا ان في ابناء الله كتير غير الراجل يسوع اللي حضرتك بتعبديه. فهل ابناء الله الكتير اللي هم غير الراجل يسوع اللي حضرتك بتعبديه هم كمان اللي الله؟ هم مين؟ اللي هم مين؟ يعني زي القضاه مثلا اللي الراجل يسوع قال عليهم أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلكم؟ فابن الله لسه برضه معناها الله، ولا يطلع زي بشارة الملاك كده؟ هو ناموس، كلمة ناموس في الإنجيل يعني إيه؟ يعني العهد القديم. لا يعني اليهود. والله بجد؟ إيه؟ يعني الناموس يعني اليهود؟ شفت المعلومة يعني الجديدة دي؟ خلي بالك، شايف الجهل المركب ايه؟ الناموس يعني اليهود، الناموس اللي بيطلق على كلمة او معناها التشريع والمقصود بيها العهد القديم او اصفار موسى. دلوقتي اليهود لا، وواثقة من نفسها قوي، لا متأكدة قوي يعني. طب أنا لو قلت لك دلوقتي، يعني لو قلت لك طبعا طلعي لي مصدر المعلومة مش هتعرفي تجيبيها، بس لما يسوع يقول لهم، طيب لما يسوع يقول أليس مكتوبا في ناموسكم، يقول لليهود أليس مكتوبا في ناموسكم، يعني مكتوب على اليهود نفسهم بما ان اليهود هم الناموس، فمثلا بنجيبهم كده وبنكتب عليهم بالقلم الفلوماستر او بالقلم الحبر، ولا ايه؟ كلمة الناموس في الإنجيل في الكتاب المقدس أيوة. يعني اليهود. يعني اليهود. طيب هو لما كان بيقول بقى مكتوب في ناموسكم كان مكتوب في اليهود؟ يعني بتجيب اليهود كده وتكتب عليهم، مثلا كان الورق بتاعهم خلص فاحنا بنكتب على اليهود، ولا ايه؟ بقول لك يخلي نقاشك معايا محترم، علشان انا ما بحبش بص اقول الفاظ في اللايف والكلام ده. خلي مع كلامك معايا محترم. ايه بقى الحاجه اللي مش محترمه اللي انت تخيلت ان انا قلتها؟ تمام. هو يعني ما انا لما اطلع برضه كاين في دينا انت هتزعل، لكن انت اتكلم معايا اديني محدش هان باحترام. دلوقتي، محدش هان ولا حد بتكذب في حاجه، انت دلوقتي بتكذب في حاجه. خش على الانجيل، خش على جوجل، خش على اي مصدر نجيب لك الكلمه دي معناها ايه وهات تفسيرها. طيب حاضر، انا يا عم نجيب بقول تفسيرها. غلط. نجيب تفسيرها، دي هتبقى الغلطه الثالثه، خلي بالك. تمام. في انجيل متى 22:36 يا معلم اي وصيه هي العظمى في الناموس. يعني ايه الكلام ده؟ الناموس اللي هو اليهود، مش عارفه صح؟ مش عارفه؟ طب ايه يعني هتفضلي مش عارفه كتير كده ولا ايه؟ طب ايه يا جماعه؟ طب يعني نديك اختيارات مثلا ولا ايه؟ بس هو ايه الناس اللي داخله لي في التكست تشتم؟ هي مش لسه قايله لك دكتوره سنه دلوقتي مالكيش دعوه بالتكست. لا طب يعني اخد لك سكرين شوت من عندي من البروفايل يعني ولا بروفايلك انت، داخلين لك انت، دول هيكونوا بس اخواتك داخلين يشتموكي. تمام. احنا مالناش دعوه بيهم. اخواتك اللي شتامين دول هيروحوا لبحيره الكبريت، بيشتموكي عشان تطلعي من البث، عشان شايفينك انك مش عارفه تردي. فانت لو عارفه تكملي مش عارفه تردي اتس اوكي، ممكن احنا دلوقتي اي تشتيت في اي اتجاه المهم تهرب، اي تشتيت في اي اتجاه المهم تهرب، اي تشتيت. هم اصلا مسيحيين وبيشتموك عشان انت بلوى سودا، حتى مش عارفه يعني ايه كلمه ناموس. هو ذنب المحاوره ايه وذنب المناقشه ايه؟ ما تردي على الاسئله اللي بتتوجه ليكي. لا بص مفيش، هم دي طريقتهم. بص هو خلاص اتزنق يقعد يقول لك ايه نيه. طب شوف اللي بيشتم يحورك في اي حاجه، طول ما انت محدده في السؤال اللي انت عاوزه بالظبط. بص في الاخر يروح شتمك، يقول لك انت بص، يقول لك انت شتمتني من غير ما تنطق بص اي حاجه له الهروب. دكتورة سنة هي قالت ابحث في جوجل، فبحثنا في جوجل في سانت تكلا في قاموس المصطلحات الكنسية تحت عنوان الناموس، بيقول وكلمة الناموس عامة تستخدم للتعبير عن وصايا الله، واصلها كلمة يونانية تعني شريعة او قانون. مفيش ان هم اليهود خالص، مفيش اي حد قال اليهود خالص. تمام مش انا غلط. طيب نرجع بقى للموضوع لوقا 1:35 بشارة الملاك. ما انا بقول لك الصح. فين بقى ان توصف ان الراجل يسوع هنا هو الله؟ مش لاقيها.
انت مثلا حد قال لك المعلومه دي وانت كنت واثقه فيه، فعشان كده بناء على الثقه دي عبدت الراجل يسوع، ولا انت قريتي بنفسك وناسيه مثلا ولا ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لك لما انت كنت بتقولي ان بشاره الملاك قالت اللي هيتولد ده هو الله نفسه، انت في حد بتثقي فيه قال لك المعلومه ديت وانت صدقتيه عشان كده عبدت الراجل يسوع، ولا انت كنت قاريها بنفسك زمان ونسيتي مثلا ولا ايه؟ لا والله انا اللي قلت لك الاجابه اللي انا قلتها لك، البشاره بتاعت الملاك هي دي الصح، وهو ده الرد اللي انا هرده عليك تاني يعني. ايوه، ما انت قلت ان البشاره بتاعت الملاك بيقول ان اللي اتولد ده هيبقى الله، احنا رجعنا لبشاره الملاك لانها مش بتقول ان اللي هيتولد ده هيبقى الله، فليكن الله صادقا والجميع كاذب. انا هصدق النص مش هصدقك انت. تمام، النص قال لك اللي هو ايه؟ ابن الله. وانا قلت لك الاب والابن والروح القدس هم حاجه. انت قلت ان ابن الله بيبقى هو الله، فلقينا ان في ناس تانية غير الرجل يسوع اتقال عليهم ابن الله. فهل هم الله هم كمان؟ يبقى اللي غلط عندك انت مش عندي انا. يعني الكتاب اخطأ لما وصف الناس دي ان هم ابناء الله ولا ايه؟ هو انت بتفهم بالمعنى الحرفي يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انا بفهم اللي انت قلتيه، ان انت قلت ابن الله معناه هو الله، عشان كده الرجل يسوع هو الله. طب بقيه الرجاله اللي اتقال عليهم ابناء الله يعني العنصر عليهم عنصريه ولا مع يسوع يبقى الله؟ هات لي النص اللي هات لي ايه؟ هات لي النص اللي بيقول كده من الانجيل. حاضر. بص في سفر التكوين بيقول في التكوين 6:2 ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات. ايه رايك؟ دول كلهم الهه ولا ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لك كل دول الهه ولا ايه؟ هم ايه بنسيتهم السؤال؟ اللي اتقال عليهم ابناء الله اللي انت قلتي معنى ابن الله هو الله، دول الهه؟ دول الهه ولا لا؟ يعني انا مش فاهمه سؤالك، خلي سؤالك مباشر وواضح. وايه اللي ابناء الله واللي هم انت قلتش عليهم الله؟ مش فاهمه. هعيدها لك للمره الرابعه. انت قلت ان ابن الله بيبقى هو الله، تمام؟ في رجاله كتير غير الراجل يسوع في الكتاب المقدس اتقال عليهم الله. هات لي النص. هقوله لك لتاني مره، ركزي بقى وانا بقوله لك لتاني مره عشان ما نضطرش نقول ثالث مره، تمام؟ في سفر التكوين 6:2 بيقول ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهن حسنات. عندك في سفر المزامير برضو 29:1 قدموا للرب يا ابناء الله. ثواني، هو العهد القديم ده ايه؟ كان موجود فيه السيد المسيح وان هو اتولد وبشر بالمسيحيه والكلام ده كله؟ هو العهد القديم ده مش كلام الله اللي هو يسوع برضه ولا ايه؟ اللي هم الاب والابن والروح القدس واحد. ثواني بس، هو البشاره نزلت اصلا في العهد الجديد، والكلام ربنا اللي قاله تمام. اللي قبل كده دول كانوا رسل كانوا بيقولوا تمام، اللي هو يعني لغتك انت وحي يعني. بل يعني انت عايز قصدك تقول ان اتقال في العهد القديم ان هم ابناء الله مش العهد الجديد؟ لا، العهد الجديد اللي هو التمام واللي هو اللي هتلاقي فيه الكلام تمام معاك. لكن انت العهد القديم محتاج تفاسير ومحتاج حاجات تانية. بس العهد الجديد ما اتكلمش عن ابناء الله. بس لا العهد الجديد هات التفسير. يعني انت لما تقرا الكلمه ما تاخدش الكلمه مثلا تقول ايه ده معناها ايه مش عارفه ايه، لا كمل الاصحاح كله وخش على التفسيرات وهات التفسير بتاعه. طيب العهد الجديد اللي انت بتقولي ما اتكلمش عن ابناء الله بيقول في رساله بولس بغلاطيا 3:26 لانكم جميعا ابناء الله. ايه رايك في العهد الجديد اللي ما بيقولش على ابناء الله؟ وعلشان الانجيل قال ابناء الله فهم دول ربنا. اول حاجه استدلال بلفظ ابن الله يبقى هو اله. تاني حاجه لما جاء قال لها يعني هذا اللفظ اطلق على عديد، قالت لك لا انت بتتكلم في العهد القديم، كأن اللي قايل الكلام في العهد القديم غير اللي قاله في العهد الجديد، وكأن الألفاظ في العهد القديم ملاش دعوة بالعهد الجديد. بنرجع لنفس النقطة، القديم مش بتاعنا، العهد القديم مش بتاعنا. لما جاب لها من العهد الجديد راحت قايله له هو عشان الإنجيل كابو. طب أجيب لك منين؟ أجيب لك من أنهي عهد؟ أجيب لك من أنهي العهد اللي بيني وبينك مثلا؟ هو كده يستدل منين؟ لما أنت لا عاجبك القديم ولا عاجبك الجديد هجيب لك منين؟ وبعدين تقول له ارجع للتفاسير، لو رجع للتفاسير تقول له لا ماليش دعوه بالتفاسير. هيحصل بعد شويه. ما هو احنا مصدقينك يا بسنت، يعني احنا ينفع نكذبك؟ انت قلت دلوقتي التفسير الجميل ان ابن الله بيبقى هو الله، عشان كده الرجل يسوع هو الله. معقول نكذبك ونقول ان ابن الله مش معناه هو الله؟ ما ينفعش، انت ضيف عندنا يعني لازم نصدقك.
لا برافو عليك والله. اكيد اكيد اكيد. ده ايه الذكاء ده؟ ايه رايك؟ ايه ولا انت الذكاء عايزانا ده؟ ولا انت عايزانا نكذبك ونقول ان ابن الله مش معناها هو الله وبالتالي الراجل يسوع مش هو الله؟ ما ينفعش، لازم نصدقك. ايه رايك بقى ان ابن الله هو الله ولا لا؟ طيب هسألك سؤال تاني، هو لما حد قال لك ان ابن الله هو الله، انت قريت بنفسك في الكتاب المقدس كده ولا انت حد بتثق فيه قال لك المعلومه ديت فعشان كده انت عبدت الراجل يسوع؟ عبدت ايه؟ الراجل يسوع. الراجل؟ ما هو اتوصف في الكتاب ان هو رجل. بطرس وصف ان هو رجل وانت قلت ما عندكيش مشكله ان الله رجل. هو انا قلت لك 10 مرات. لا يعني ايه الراجل مش عارفه ايه، هو انت بتسخر يعني مثلا ولا مش فاهم؟ لا هو بطرس لما قال على يسوع رجل كان بيسخر. انا بوصفه بنفس الوصف اللي اتوصف بيه في الكتاب المقدس، يعني كلمه راجل دي حاجه ما تزعلش. يعني ايه لا المشكله؟ انا مش زعلانه بس انت بتتكلم بسخريه يعني. والله ما بتكلم بسخريه، مش بتكلم بسخريه، ما تدخليش جوه نيتي. يعني تخيل الكلام الواضح اللي انا بقوله انت مش قادره تفهميه، فانت هتفهمي الكلام اللي انا ما قلتوش. لا والله انا رديت عليك بدل الرد 2 و3 بس انت مش عايز تفهم. وانا رديت على الردين والثلاثه، انا رديت على الردين والثلاثه وطلعت لك من نصوص كتابك ان كلامك غلط، يعني هنعمل اسكيب لبشارة الملاك وهنعمل اسكيب لابناء الله وهنعمل اسكيب للناموس اللي معناها اليهود، وهنديكي يعني حاجه رابعه كده او محاوله رابعه تقدري تثبتي بيها الوهيه الراجل يسوع اللي حضرتك بتعبديه. عندك حاجه تانية في الانجيل او حاجه اتقالت لك خلتك تعبد الراجل يسوع ولا مفيش؟ خلصت. بص خلي بالك ومحاولة خروجها من الحوار، انت بتسخر، هو بيسخر، انا بقول لك بجد يعني هو بيسخر بس اسلوبه هادي، يعني ما بيشتمش ولا بتاع. السخرية في الاداء مش في الالفاظ، يعني بيسخر بالاداء، ما اصل حاجة تجنن. استدلت بابناء الله او ابن الله، ما فيش كلام دوت. استدلت بالناموس، قالت لك الناموس يعني اليهود. يسألها السؤال تقول له مش عارف، خش على جوجل. ما فيش. بص انا مش عارف هي طالعه ليه، يعني هي طالعه بتثبت فشل النصارى في اثبات الوهيه يسوع، هي طالعه عشان كده. ها انت بتحاول تقنعني بايه؟ ما انا رديت عليك برضه. انا بحاول ان انت تقنعيني ان الراجل يسوع هو الله، انا مش عايز اقنعك باي حاجه خالص، انا عايزك انت اللي تقنعيني. المعجزات اللي عملها ايه بقى المعجزه اللي عملها الراجل يسوع تثبت ان هو الله؟ زي ايه مثلا؟ يعني هات اقوى حاجه كده اتقالت لك ان انت لازم تعبد الراجل يسوع عشان عمل المعجزه دي، والمعجزه دي جامده جدا لدرجه ان ما ينفعش اي حد يعملها غير الله. هي مش معجزه واحده، هي معجزات كتير. اختاري اقوى معجزه عملها الراجل يسوع تثبت ان هو الله. شفاء الأب، قيام الأموات. قيام الأموات؟ السيد المسيح أحيا. يسوع أحيا أموات في الكتاب المقدس؟ فين؟ العازر. أحيا العازر؟ ده دليل ألوهيته؟ ليه هو في نبي قدر يحيي ميت؟ ولا نفخ في الطينة خلق عصفورة؟ لا تخيلي اليشع، الراجل اليشع عمل نفس اللي عمله الراجل يسوع وأحيا ميت. تخيلي بقدرة الله. وهو في اصلا انا عايز اقول لك ان في اباء من الكنيسة حاليا بتعمل معجزات اللي هي ده يعني اللي بيعمل معجزة يعني اللي بيحيي اموات ما بيكونش اله؟ ايه؟ يعني اللي بيحيي اموات بقدرة الله برضه. طب اللي بيحيي اموات بقدرة الله برضه بيطلع عصافير وحمام وكده ولا ايه؟ هو اللي لا اسمعني بقى في السؤال ده، اللي بيحيي اموات يعمل عصافير بقى وحمام. طيب اللي بيحيي اموات بقدرة الله بيكون اله ولا لا؟ لا ما بيكونش اله، بيبقى كده بقدرة الله. مش يعني هترجعي في كلامك؟ مش هترجعي في كلامك؟ انا ما برجعش في كلامي على فكرة، انت بتسأل وانا برد عليك. طيب الراجل يسوع اللي حضرتك بتعبديه قال ان هو بيعمل معجزات بقدرة الله، هل اللي بيعمل معجزات بقدرة الله بيكون اله ولا لا؟ هو ما فيش حد عمل معجزات زي السيد المسيح. بس بقدرة الله، معقولة هيعمل معجزات بقدرة الله ويبقى إله؟ ده احنا لسه متفقين من 20 سنة إنه ما يبقاش إله. معقول يا جماعة اللي بيعمل معجزات بقدرة الله بيكون إله؟ إزاي يا جماعة؟ ثواني بس، هو في حد بيقوم نفسه من الموت؟ ده
بلاش دي، في حد بيقوم نفسه من الموت ويصعد للسماء؟ طيب خلينا هجيلك على موضوع احياء الموتى وانه قوم نفسه ولا ما قومش نفسه. هو اللي بيعمل معجزات بقدره الله بيكون اله؟ لا. يعني يسوع مش هو الله عشان كان بيعمل معجزات بقدره الله؟ يسوع هو الله، وهو اللي مدي القدرة لأي حد إنه يعمل كده بإيمانه. بس هو قال ان هو بيعمل معجزات بقدره الله، يبقى كده مش اله. لا، هو ما قالش كده. طيب الراجل يسوع اللي حضرتك بتعبديه بيقول في انجيل يوحنا 10:32 اجابهم يسوع اعمالا كثيره حسنه اريتكم من عند ابي. في كمان 9 نصوص بيأكد ان معجزاته من عند الله. هل اللي بيعمل معجزات بقدره هو الله انت برضه بيكون اله؟ بترجع، ما انا هقول لك حاجه، انت بترجع برضه لنفس النقطه ان هو كان بيكلم الله اللي هو الاب وهو الابن وروح القدس. ما هو انت بقى عشان تثبتي ان هو الاب، هو اله واحد في الاخر. عشان تثبتي ان يسوع هو الله وهو الاب وهو الروح القدس، اثبتت من خلال ايه؟ من خلال ان هو كان بيعمل معجزات يا جماعه، بس مش زي بقيه الانبياء الثانيه. اصل بقيه الانبياء الثانيه كانت بتعمل بقدره الله، لكن يسوع مش بقدره الله. طلع الراجل يسوع زي بقيه الرجاله الانبياء بيعملوا بقدره الله. طيب هسألك السؤال تاني، اللي بيعمل معجزات بقدره الله بيكون اله؟ ايوه ولا لا؟ اخر اجابه، يعني خلينا ناخد الاخر كده. بتقول ايه؟ اللي بيعمل معجزات بقدرة الله بيكون إله ولا لأ؟ لا. تمام، يبقى الإنسان يسوع كل المعجزات اللي عملها ما تثبتش ألوهيته عشان كانت بقدرة الله. فشلت في إثبات إن في بشارة بتثبت إن يسوع إله، فرجعت إلى المعجزات. أقوى المعجزات إحياء الموتى. يعني قالت له هو في حد بيحيي الموتى؟ المهم أثبت لها إن يسوع أحيا الموتى، ماشي، فكده يبقى تساووا. فقالت له لا، يا يسوع احيا الموتى بقدرة الله. طب يسوع بقدرة ايه؟ وبعدين قالت له ده في اباء عملوا معجزات. الله، طب ما هي دلوقتي بتدلل اصلا ان المعجزات، صانع المعجزات ليس دليل، هذه المعجزات ليس دليل على الوهيته. ده هي ببقها، يعني هي ببقها، بس هي عشان جهله وعماله تهري. ماشي، الله مش معقوله كل دول الهه. يعني انت نفيتي ان تكون المعجزه سببا في الالوهيه، انتهت بقى. ماشي، لا تقول لك يسوع عمل معجزات يبقى اله، لكن غيره لو عمل معجزات يبقى ايه؟ بقدرة الله. راح جايب لها نص ان يسوع عمل المعجزات بقدرة الله. بس ايه بقى؟ بقول لك ضالين. بص افهم معنى الكلمة دي، الضلال ان يطمس الله على عقلك ووجدانك فلا ترى الحق، فلا تراه. ايه بقى موضوع ان هو احيا نفسه من الموت؟ دي المحاولة الاخيرة ليك لاثبات الوهية الراجل يسوع. بتقول ان هو احيا نفسه من الموت، ومين احيا نفسه من الموت؟ هو في حد بيحيي نفسه من الموت يا جماعة؟ ايه الموضوع ده؟ هو يسوع احيا نفسه من الموت؟ وليه القبر بتاعه اللي هو اتدفن فيه لحد دلوقتي ما ده؟ نخش بس الاحياء الموتى، نخش بس ان هو احيا نفسه من الموت. تمام. هو احيا يسوع نفسه صعد الى السماء. ازاي يسوع احيا نفسه من الموت؟ لان هو اله. هو الله، يعني الدليل على ألوهية المسيح ان هو قوم نفسه من الموت ومحدش قومه، صح كده؟ وصعد الى السماء. وصعد الى السماء، صح كده؟ طيب انا بس يعني حابب اديكي الصدمة الاخيرة، ان الراجل يسوع اللي حضرتك بتعبديه عشان قوم نفسه من الموت، كتابك بيقول ان هو ما قومش نفسه من الموت. تمام؟ مين اللي بيقول ان كان مين نايم اللي 3 قومه؟ ايام وصحي؟ لا، هو تسألي كتابك المقدس اللي بيقول في أعمال الرسل 10:40 هذا أقامه الله في اليوم الثالث، اللي بيقول في أعمال الرسل 4:10 فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع النصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات. أوه ماي جاد. ثانية واحدة، إيه رأيك إن الكتاب كدبك دلوقتي لما أنت قلت إن يسوع ما قومش، يعني يسوع قوم نفسه من الموت، وطلع الكتاب بيقول إن هو ما قومش نفسه من الموت؟ يعني مين اللي تفتكري ليه الكتاب ما قامش؟ اللي قومه هو الله، اللي انت كنت بتقولي ومين محدش الله؟ قومه. هو مين الله طيب؟ الله هو الاب. قولي لي بقى انت تمام. ليه بقى ليه الكتاب المقدس قال ان في حد قوم يسوع من الموت؟ ليه كدبك في النقطه ديت؟ يعني تفتكري ليه ما انصفكيش؟ لا والله. ليه؟ انت اللي مش عايز تفهم بجد، انت اللي يعني دماغك أنا مزهقه معاك. مش عايز افهم ايه بقى؟ طب ما تجيب التفسير. يعني
انت مش جبت اجيب الكلام في التفسير؟ الكتاب هات التفسير. لا، تفسير ايه؟ ما تفسير النص النص واضح اللي اهو. انت قريته. انت عايز لا ما تفسير تجيب النص بايه؟ تفسيره. لا، احنا قدامنا النص دلوقتي، مش هنحتاج لتفسير. هو انت عايزه يعني، انت التفسير ده لما تبقى حاجه مش واضحه، هل انت مش واضح قدامك النص اللي بيقول اقامه الله محتاجه تفسير عشان تفهم ان مين اقامه الله؟ الله؟ مين الله؟ مين الله في الكتاب الله المقدس؟ الاب. الله الاب الله في الاب الكتاب المقدس. مين؟ السيد المسيح. الاب هو السيد المسيح. اه. طيب انا هسالك السؤال تاني، ليه الكتاب المقدس كدبك في النقطه دي؟ لا ما كتبنيش، كلامي صح 100%. يعني ان الكتاب المقدس بيقول دلوقتي، انت كنت بتقول ان الكتاب المقدس بيقول ان يسوع قوم نفسه، فمعنى اه. كده ان الكتاب المقدس هو اللي غلطان وانت اللي صح. طب ليه الكتاب لا المقدس الكتاب اخطا وقال ان في حد قوم يسوع؟ ايه؟ ليه ما فيش الكتاب حد المقدس قومه، اخطا؟ هو قوم نفسه. هو قوم نفسه. اه. طب ليه الكتاب المقدس اخطا وقال ان الاب هو اللي قومه طالما ما حدش قومه؟ هو الاب، هو الابن، هو روح القدس. الاب هو الابن. اه. بس البابا شنودة بيقول الاب مش هو الابن، ليه البابا شنودة كدبك؟ لا ما كدبنيش، ما فيش بس معلومة صح انت بتقولها. والبابا بس هو سنودة قال ما كده قالش في كده. كتبه. بس قال لا كده ما في قالش كتبه. كده. لا ما قالش والله كده. قال كده في كتبه. قال كده في كتبه لا والله. ما ما قالش اعرفش كده، ليه الناس انا بقول كلها لك ما يعني انت، قالش، انا بقول انت لك ما حاسه ان انت قالش. حاسه ان انت لا، الكتاب قدامي خلي بالك. الكتب قدامي خلي بالك، بس انت حاسه ان ما انت هو حاسه ان انت قدامي. متحاربه، حاسه ان انت مضطهده، حاسه ان انت كل معلومه بتقوليها الاباء بيغلطوكي والكتاب بيغلطك. يعني انا بص هقول لك على مثلا البابا شنودة وهو بيقول ايه في سنوات معسله الناس لصفحه 123. هل الاب هو الابن؟ الجواب بتاع البابا شنودة كلا، فهذه يرتقد سابيليوس الذي اعتقد ان الاب هو الابن هو الروح القدس، اقنوم واحد فحرمته الكنيسه. يعني انت بالنسبه للكنيسه اللي قالت لك اعبدوا الراجل يسوع، انت دلوقتي مهرطقه طبقا لكلام البابا شنودة. انت حاسه ان انت متحاربه، حاسه ان في حاجه غلط، حاسه ان الناس مضطهداكي سواء الكتاب المقدس او الاباء. ايه رايك في كلام البابا شنودة؟ والله انا ماليش دعوه بكلام بابا سنودة اللي يدعوه بالكتاب المقدس، وماليش دعوه بكتب خارجيه غير الكتاب المقدس. بجد؟ ما انت كنت بتقولي دلوقتي هات تفسير، انت نسيتي؟ لا هو التفسير من كتب البابا سنودة ولا ايه؟ مش البابا شنودة بيفسر؟ انا وبعدين مالي انت مش من انت من 20 ثانيه قلت البابا شنودة ما قالش ان الاب مش هو الابن، انت لا ما لحقتي قالش. تنسي يعني انت. لا ما قالش. ما هو لسه الكتاب لسه قايل الكتاب اهو. انت لحقتي طب قول تنسي من برضه ان انا انت قلت بتقول الكتاب من بتاع البابا دماغك، شنودة؟ هو انت بتقول من دماغك. ما انا قلت لك رقم الصفحه، انت لحقتي تنسي ان انا قلت رقم الصفحه؟ لا انا ليا في دعوه ايه مالك بس؟ بمعلوماتي، مالك وليا في دعوه ايه؟ بالكلام اللي بيطلع من لساني، وماليش دعوه باي ما هو كتب الكلام اللي خارجيه غير بيطلع من الكتاب لسانك المقدس. غلط. لا الكلام اللي مش بيطلع من لسانك غلط. لا. يعني ليه؟ لا ليه؟ طب ليه الاباء مثلا بتقول كلام عكس كلامك؟ ليه الكتاب المقدس بيقول على كلام عكس كلامك؟ هل انت اللي ما بتعرفيش ولا هم اللي ما بيعرفوش؟ قول لي الصح، مش انا غلط، قول لي انت الصح. بعد ما فشلت في البشارات او البشارة النبوءة، وبعدين اللي اعتمدت عليها في تأليه يسوع، وبعدين فشلت ان المعجزات سبب للتأليه، لجأت الى ان هو احيا نفسه، اقام نفسه، ودخل معاها في حوار رهيب جدا. وطبعا هي عندها خلط رهيب ان التلاتة واحد، ده خلط، هي مهرطقة كده، مهرطقة تماما، لان ده كينونة غير ده، وان كانوا يشتركون في الجوهر الالهي، بس الجوهر الالهي المشتركين فيه. راح مجاب لها النص بينفي ان هو اقام نفسه، انما اقامه الله، وبزادت بتجادل. بقول لك ضالين. ما انا قلت لك كلام البابا شنودة وقلت لك كلام الكتاب المقدس، ده الصح. يعني طب انت ليه مش عارفه تثبتي الوهيه الراجل يسوع؟ يعني ادانا لك 5 محاولات ومش عارفه تقول اي حاجه خالص، ليه؟ يا يعني عيني انا تفتكر خلاص بقول اي مثلا حاجه، انت اللي عرفت تقول. ده احنا عايزين نعبر وعايزين نشوف النور اللي انت شايفاه، بس انت مش عارفه توصلي لنا كلمه الله، مش عارفه تكرزي. معلش. ليه مش عارفه تعملي الكلام ده؟ هل انت ما ما اتعلمتيش ما مثلا؟ بحبش. لا ما اتعلمتش، مستنياك انت تيجي طب ليه ما تعلمني. اتعلمتيش؟ ليه ما اتعلمتيش؟ ايه ما المبرر اللي خلاك ما اتعلمتش، لسه تتعلميش؟ نوغه لسه نوغه. طب ايه المبرر طيب ان خلاك ما تتعلميش؟ كنت بتعملي ايه في الكنيسه زمان؟ كنت بتتعلمي ايه في البيت؟ بتتعلمي ايه في المدرسه؟ ليه ما اتعلمتيش؟ ما انا بقول لك عشان انا لسه نوغه، مستنياك طب انت ده تيجي قرار تعلمني.
ده قرار شخصي منك ولا اللي حواليك هم اللي وصلوك لكده؟ ايه؟ ما سمعتيش؟ لا ما سمعتش، شبكة وحشة. طيب بقول لك ده قرار شخصي منك ان انت ما تتعلميش ولا اللي حواليك اللي وصلوك لكده؟ اه ده قرار شخصي، انا مش هتعلم من السناك، انت حضرتك تيجي تعلم من الصح من الغلط. طب ازاي ده يبقى قرار شخصي منك مع ان يسوع وصاك ان انت تتعلمي؟ ليه بتتحدي تعليم يسوع؟ ده قرار برضه شخصي منك ولا في حد وصلك لكده؟ ما انا قلت لك انا بقى مستنيك انت تيجي تعلمني. انا كل طب ليه معلوماتي بقى غلط وانت معلوماتك الصح، ليه وانا ما مستنيك انت تيجي تعلمني بقى في ديني. ليه استنيتيني ان انا اجي اعلمك؟ يعني انت كنت بتعملي ايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ بلعب بابجي. تلعبي بابجي السنين اللي فاتت دي كلها؟ اه شفت بقى. بس بابجي لسه معموله من 2016، قبل 2016 كنت بتعملي ايه؟ انا لسه صغيره قلت لك. ايوه صغيره، انت اتولدت 2016 مثلا، يعني اتولدت السنه اللي اتعمل فيها بابجي. انا برضو ما اعرفش يعني ليه ما اتعلمتيش لحد صراحه دلوقتي. انا اقول لك على حاجه بس كده وانزل، انت سخيف لدرجه بص تجيب جلطه والله، سخيف 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 فوق الدرجه يعني. طب مش الشتمون لا يرثون الملكوت يا احنا بسنت؟ سخفة، انزلي يا ماما انزلي. انا اقول لك هو ينقط بجد، بس ينقط مين؟ ما هو الجاهل. انت اللي بيخش في مناقشه لازم يكون عنده علم، ده واحد، وعنده علم بموضوع المناقشه وعلم جديد. اتنين، يبقى هدفه الحق مش هدفه ان انا ارغي بس. طب ما شيء طبيعي انه يعني يسبب لك كل امراض الدنيا، لان انت جاهله اساسا، جاهله. وهو بقى ايه؟ محاور، عارف هدفه. انا برضو معجب بطريقته، يعني مع رفارق طبعا الاخ ملاكي اسكندريه، ربنا يعني يكرمه. يعني في حد اسمه شور يهودي كان بيناقش بنفس الحدود، انا بسأل سؤال، اديني المصدر، ما بيتشتتش، ما فيش تشتت، انا عارف سؤالي. ودول اصلا عشان هم اعتادوا محاورة النصارى، ففهموا طريقتهم كويس جدا، وفهموا طريقة التشتيت وطريقة الشخصنة، فعلى طول محددين اهدافهم ما بيطلعوش عنها. فتلاقي المحاور النصراني مش عارف يفك منه، مش عارف يقول اي حاجة، فينتهي بقى بكده. بس بحيي اخونا ملاك اسكندرية باشمهندس، ربنا يكرمك بجد يعني.